لو قعدت استنى لحد ما اشتري المايك والتليفون الجديد والسيت اب اللي انا عايزاه عشان اعمل الفيديوهات دي، عمري ما كلنا عندنا اهداف واحلام، لكن في ناس بتحقق الاحلام دي وناس لا، بيفضلوا يحلموا كتير من غير ما يعملوا اي خطوة ان هم يوصلوا لاحلامهم دي، مش عشان هم فاشلين ولكن عشان هم كسلانين، او بمعنى اصح بيستخبوا تحت مسمى معنديش شغف. انا منى وده فيديو جديد النهارده بتكلم معاكم على موضوع يعني مهم جدا جدا، وانا كنت من الناس اللي بمر بالموضوع ده، وهو فقدان الشغف او مسمى اخر الكسل. لما تبقى شخص عندك احلام وطموحات ولكن ما بتعملش اي مجهود او بتبذل اي مجهود علشان خاطر توصل للاهداف والاحلام بتاعتك او الطموحات دي. بصي بقى، الكسل هنا مش معناه انه شخص وحش او ان ده شخص فاشل، لكن معناه ان هو بيأجل طول الوقت. كل ما يقول انا هبدأ، يجي يوم تاني يقول انا هبدأ بكرة، اليوم اللي بعده لا بعده لا بعده، وهكذا. وايه اللي بيحصل؟ مش بيوصل لأي حاجة في النهاية ومش بيبدأ خالص. بيقعد بقى يحط خطط، يشوف فيديوهات تحفيزية، ويكتب قوائم، ويعمل بلانر كبيرة، ويعمل فيجن بورد وهكذا. ولكن لما بيجي الوقت ان هو هينفذ فيه، اللي بيحصل بيلاقي نفسه بيعمل حاجات تانية خالص. أبسط مثال خالص، أيام الدراسة لما مثلا بيكون في عندنا مذاكرة كتيرة، بنجيب الكشكول، بنجيب الكتب، بنحضر المحاضرات، بنعمل الكلام ده كله. أول ما نيجي نقعد علشان نذاكر، فجأة نلاقي نفسنا اتشتتنا في حاجة تانية خالص، فتحنا الموبايل واحنا كلمنا حد وهكذا. ده اللي بيحصل بالظبط لما نيجي ننفذ أي حاجة ليها علاقة بالأحلام بتاعتنا أو الطموحات بتاعتنا. طيب، بعد ما بيحصل عندي الموضوع ده، بيحصل لي بقى حالة من الإحباط، إن أنا عندي أحلام وشايفة أحلامي قدامي ولكن مش عارفة أوصلها. طيب، هل بقى هنسيب بعض كده وخلاص ونشوف الموضوع ده كده يعني، ولا ايه بقى؟ عايزين نشوف الأسباب وعايزين نشوف حلول. الأسباب ايه؟ في عندي نوع من الخوف من الفشل، بمعنى هفضل دايما خايفة ان انا لو حاولت هفشل، ان انا لو قدمت على الخطوة دي ممكن افشل فيها، ممكن معرفش اكمل، ممكن الناس تضحك عليا، ممكن منجحش. الخوف من الفشل ده اكبر حاجة تخلي البني ادم ما يعرفش يعمل اي حاجة في حياته. طب انا هخسر فلوس كتير جدا، ده انا الناس هتقول عليا كلام وحش، ده انا الناس هتضحك عليا. دي اكتر حاجة بتخلي البني ادم ما بيكملش في الحاجات اللي هو بيعملها. لو في شخص مش بيخاف من الفشل، هتلاقيه دايما ناجح في حياته وناجح في كل حاجة هو بيعملها. طيب، ليه بقى؟ ليه بقى لما بنحس كده ان احنا خايفين من الفشل ما بنعملش الحاجات دي؟ لان العقل البشري بيحب الامان. دماغنا مش عايزة تتعرض لأي نوع من الصدمة أو الخوف أو التعب، فبتعمل ايه بقى؟ بتختار ان هي تأجل بدل ما نحس بالفشل، عشان نحس بإيه؟ بالأمان. طيب، في حاجة تانية برضو، إن أنا مثلا عندي هدف، حاطة هدف كبير جدا جدا، هدف عام كبير. الهدف ده محتاج سنين من الشغل. أنا مش هصحى الصبح تاني يوم ألاقي الهدف ده اتحقق. ليه بقى؟ لأن أنا حاطة هدف كبير. طول ما أنا حاطة الهدف الكبير ده عمري ما هشتغل عليه، وعمري ما هوصل ليه، ولا عمري هعمل اي حاجة تخص الهدف ده. ليه؟ بيكون عندي الحلم ضخم جدا، عامل كأنه جبل كبير، وانا عمالة أجل التسلق بتاعه، لأن ايه، عمالة أقول طب هتسلق بكرة، لا بعده، لا بعده، وفي الآخر ما بطلعش الجبل خالص ولا بروح ناحيته. طيب، تالت نقطة، إدمان الخيال بدل التنفيذ. يعني كتير جدا مننا لما بنقعد نتخيل كده مع بعض، لما انا هنجح،
واتخيل شكلي وانا في الحلم اللي انا بحلم بيه والحاجة اللي انا وصلت لها، وحياتي هتبقى عاملة ازاي وشكلها هيبقى عامل ازاي وهيبقى معايا ايه والناس حواليا شكلها عامل ازاي. كل ده بيبقى في الخيال. طول ما انا عمالة اتخيل ببقى سعيدة جدا. فايه اللي بيحصل بقى؟ بكتفي ان انا اتخيل واشعر بالسعادة وما اقومش ان انا انفذ عشان اوصل للحاجة دي في الحقيقة. مجرد تخيل النجاح بيخلي المخ يفرز نفس هرمونات السعادة كأنك حققتها. طيب انا بقى ليه اروح احققها؟ ما انا كده كده حسيت اصلا بالسعادة وانا بتخيل بس. فاللي بيحصل ب... بنحس بقى بنفس الشعور وبنبطل ان احنا نسعى اصلا علشان نوصل للحاجة دي. هل انا بقى سيبكوا كده؟ طبعا لا. هقولك طبعا على الحلول. عندي ليكي 5 حلول علشان تعرفي من بكرة تحققي أهدافك وتبعدي عن الكسل. أول حاجة، عايزاكي تمسكيلي الهدف بتاعك ده اللي انتي راكناه على الرف بقاله سنين وتحولهولي خطوات ميكروسكوبية. عارفة يعني ايه خطوات ميكروسكوبية؟ يعني خطوات أصلا ما تتشافش بالعين المجردة، يعني في معناها يعني انها تبقى حاجة صغيرة جدا. كل يوم بس انتي قدامك ربع ساعة 10 دقايق بتعملي حاجة تخص الهدف ده. يعني ما تجيش كده تكتبيلي على ورقة انا عايزة ابدأ مشروع وخلاص كده وقفت على كده. انتي مش هتصحي الصبح هتلاقي المشروع اتفتح لوحده وبقى عندك زباين وبقى عندك كل الكلام ده، لأ. هتيجي في يوم تقسميلي تعملي ايه بقى. يوم هتقسمي المشروع بتاعك ده انتي عايزاه يكون بيعمل ايه. يوم تاني هتشوفي انت هتجيبي المنتجات منين. يوم تالت بتعملي دراسة جدوى للمشروع. يوم تالت بتدرسي السوق. يوم اللي بعده بتشوفي هتوصلي المنتجات بتاعتك للناس ازاي. فانت ماسكة المشروع واحدة واحدة لحد ما يجي اليوم اللي انت هتبدأي فيه. الحاجة دي طبقيها على أي هدف في حياتك. ده قسميه لأهداف صغيرة وقارني نفسك بنفسك. ما تجيش تقارني واحدة بتعمل حاجة بقالها سنين بحاجة انت لسه عايزة تبدأيها النهاردة. تقولي ايه هو انا ما بوصلتش بقيت زيها ليه؟ هي اصلا بادئة بقالها سنين، بادئة بقالها سنين في الحاجة دي، ودي نتيجة تعبها ونتيجة اجتهادها. فما تقارنيش نفسك بحد، قارني نفسك بنفسك. انت الشهر ده عملتي حاجة معينة ووصلتي لحاجة كان نفسك فيها، تقارني نفسك الشهر اللي بعده وهكذا. تاني حاجة، ودي برضو اكتر حاجة مهمة جدا، وهي خلي عندك كده قاعدة اسمها قاعدة ال5 دقايق. انتي هتقعدي دلوقتي على المكتب تذاكري 5 دقايق بس. لو ركزتي 5 دقايق غالبا في الغالب يعني العقل كده بيبدأ يدخل خلاص في المود بتاع المذاكرة. فهتاخدي 5 بعدهم 5 بعدهم 5 لحد ما تكملي ساعة مذاكرة وانتي مركزة. طيب، تالت حاجة، هتربطي كل خطوة صغيرة انت بتعمليها بمكافأة. يعني انت النهاردة قعدتي مثلا حضرتي محاضرة لكورس معين انت كنت عايزة تاخديه بقالك كتير جدا وخلصتي المحاضرة دي واستفدتي منها. هتكافئي نفسك سواء بخروجة، هتتفرجي على مسلسل، هتعملي حاجة انت بتحبيها ايا كان هي ايه. خلي دايما عندك مكافأة لأي حاجة صغيرة انت بتعمليها عشان تتشجعي اكتر انك تنفذي حاجات اكتر واكتر. رقم 4، ابدأي وانتي مش جاهزة 100%. وانا بقول لنفسي النقطة دي مليون مرة. انا لو فضلت استنى لحد ما يكون في عندي الفلوس اللي انا عايزة ابدأ بيها المشروع بتاعي اللي هو يبقى مشروع بيرفكت، انا عمري ما هبدأ، عمري ما اتحرك من مكاني. لو قعدت استنى لحد ما اشتري المايك والتليفون الجديد والسيت اب اللي انا عايزاه عشان اعمل الفيديوهات دي، عمري ما هبدأ. بدأت باللي موجود معايا وبدأت بالحاجات اللي متوفرة معايا. واحدة واحدة هتتطوري، واحدة واحدة هتلاقي حاجات تانية بتظهر لك وتساعدك انك فعلا تطوري من نفسك وتطوري من الحاجات اللي انتي عايزة توصلي لها. مش معنى انك مش معاكي لابتوب انك مش هتاخدي المحاضرات بتاعتك بتاعت الكورسات.
مش معنى انك مش معاكي كاميرا مش هتبدأي تصوري الحاجات اللي انت كنت عايزة تصوريها. خليكي دايما عارفة ان المثالية بتأخر النجاح. يعني انت لو فضلت تستني سنة والتانية والتالتة والرابعة عشان بس بتستني بس اللي انت يكون فيه عندك الإمكانيات الكاملة والمثالية عشان تبدأي مشروعك، خليكي عارفة انك عمرك ما هتبدأي وهتتأخري بجد. ابدأي باللي موجود عندك. آخر نقطة بقى، أنا مش بحبذ النقطة دي قوي، ولكن ممكن تنفع ناس تانية. دوري على حد يشجعك في الحاجة اللي انت عايزة تعمليها. دوري مثلا شوفي حد بيعمل نفس اللي عنده نفس الهدف، بيتكلم في نفس الموضوع. يعني حد مثلا يكون مقرب او مش مقرب، حد مثلا على السوشيال ميديا بيتكلم في نفس الموضوع او نفس الهدف اللي انت عايزه توصلي ليه، تابعيه. وممكن برضو انك تخلي حد مثلا مقرب، اختك مثلا او صاحبتك، تشاركي معاها الحاجات انت عايزه تعمليها، او هي عندها نفس الاهتمامات، فبالتالي انتوا هتشجعوا بعض وهتركزوا مع بعض على النقاط المهمة. انا بحبش الموضوع ده ان انا اخلي حد مشارك معايا في اهدافي وحاجاتي، لان طبعا يعني المشاركة وحشة، ده مبدأ بجد مهما كان مين. بس انتوا لو شايفين انكم تعرفوا تعملوا الحاجة دي وتشاركوا اهدافكم وطموحاتكم مع حد وفعلا هتوصلوا انتوا الاتنين مع بعض، ما تتأخروش في الموضوع ده. دلوقتي بقى عايزة أقولك حاجة، الكسل مش هو عدوك الحقيقي، ولا فقدان الشغف هو اللي منعك على تحقيق أهدافك. العدو الحقيقي هو إنك تستني لحد ما تبقي جاهزة، وعمرك ما هتبقي جاهزة. ابدأي النهاردة، حتى لو خطوة صغيرة هتخليكي توصلي لحلمك، لأن حلمك عمره ما هيجي لحد عندك. مش هتفتحي الباب كده هتلاقي حلمك بيخبط عليكي، لأ، انتي اللي هتروحيله. مهما كان امتى وازاي وفين هتروحي لحلمك، لو كل يوم بس عملتي خطوة صغيرة توصلك لحلمك. وبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة، بتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة، ولو حابين نتكلم في اي مواضيع تانية اكتبولي في الكومنتات، طبعا هعملها بكل حب واجهز لكم مواضيع حلوة جدا. باي باي.